السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده تاني حلقة من قانون كرة القدم. هنتكلم فيه عن الكورة. هي مادة كده بسيطة صغيرة جدا. الكورة طبعا ليها مواصفات ولها مقاييس، يعني حجم ووزن ومادة بتتصنع منها والضغط بتاع الهواء اللي جواها. ليها مواصفات بسيطة كده نبص عليها دلوقتي اهي. المواصفات والمقاييس بتاعة الكورة: يجب أن يكون الحيط بتاعها حوالي من 68 ل 70 سنتي، تمام، والوزن بتاعها حوالي 410 ل 450 جرام، والضغط الجوي اللي جواها ضغط الهواء آه، من 6/10 ل1/10 ضغط جوي، اللي هو حوالي 1 و100 جرام تقريبا الضغط الجوي يعني. تمام. طيب في أي حالات في استبدال الكرة لو تلفت أو كده؟ اه طبعا في. كرات التلفة اللي هي بتبقى طبعا وهي بتتشاط بيحصل فيها كده. آه، بيبقى ليها يعني عدة حاجات كده بسيطة. تمام. طيب الكرة دي لو هي بتتشاط، تمام، فالكرة الأول لو تم بقت تالفة قبل لعب أي حاجة، يعني مثلا الكرة خرجت رمية تماس، خرجت هي كانت مرمى، آه، ركنية، ركلة البداية، الجزاء، قبل أي استئناف الكرة تلفت. طالما أنا لسه ما لعبتش الاستئناف بغير الكرة عادي جدا، بجيب كرة مكانها وبلعب الحاجة اللي أنا هستأنف عليها. يعني الكرة خرجت مني دلوقتي ركلة ركنية، وأنا لسه قبل ما ألعب الركلة الركنية بمسك الكرة كده لقيتها مهوية، فقلت يا حكم معلش بص الكرة بايظة مني، فيروح الحكم مطلعها وجاب كرة تانية باصص عليها ويروح مديها لك تلعب الركلة الركنية. تمام. أي استئناف بقى. طيب لو الكرة دي طلعت واحنا في اللعب، يعني تلفت واحنا في اللعب، يعني مثلا انا بعمل باص كده لصاحبي، هجمة، كرة ورا في نص الملعب وبنعمل باص في اللعب نشط يعني، هنعمل ايه؟ الحكم بيروح مصفر، الحكم بيروح مصفر ويروح مستبدل الكرة وعامل اسقاط للفريق اللي كانت في حوزته الكرة، بيعمل اسقاط للفريق اللي في حوزته الكرة. تمام. طيب اخر حاجة. طيب عندنا بقى حالة ايه دي اللي بتبقى فيها وبتلاقي الجدالات فيها لما بتحصل، وبتلاقي الناس بتعلق بقى بايه والناس بتطلع في الاعلام وازاي ومش ازاي. ركلة الجزاء. ركلة الجزاء. ركلة الجزاء الراجل اهو، لو الكرة اتلفت وهو كده خلاص بيستبدلها ويشوط. طب الكرة اتحركت، الكرة اتحركت المفروض يعمل ايه؟ نشوف صورة كده. الكرة متحركة اهي. الكرة لو اتحركت لعبها. في حالتين هنا. الحالة الأولى إن الكرة دي لو اتلفت قبل، هو شاط الكرة، الكرة لسه سليمة زي الفل، لو اتلفت قبل ما الحارس ده يصد، او تيجي في القائمين ده او ده، او في العارضة، او في الشبكة، او تطلع بره خط المرمى، لو تلفت قبل اي حاجة من دول اهو، قبل ما توصل لاي حاجة تلفت، يعاد تنفيذ الركله. تلفت قبل اي حاجة من دول، م. دخل الجول، الحارس صد، القائمين والعارضة، خرجت بره خط المرمى، الكرة هتعاد. بقى هي جايه ضعيفة، الحارس كان رايح عليها، ده كانت طالعة بره خالص، مفيش، طالما قبل الموضوع منتهي، طالما قبل ما توصل، حتى لو هي خارجه الناحيه اللي هناك دي، يعني هو لو شايطها وماشيه هنا كده، طالما قبل خلاص كده هتعاد. طيب لو تلفت بعد، لو تلفت بعد، لا الحارس صد، خلاص صد، مفيش مشكله، هيمسكها ويلعب. تلفت هنا بعد ما جت في العارضه، جت في العارضه وتلفت، الحكم هيصفر ويعمل اسقاط، اي اسقاط داخل منطقه الجزاء لحارس المرمى. يعني الكره خبطت هنا او هنا او هنا، تمام كده، خبطت في اي حاجه من دول ونزلت هنا، حتى لو لو الحارس ما لحقش يمسكها والكره تلفت بالكامل وباينه، الحكم هيصفر ويعمل اسقاط لحارس المرمى. تمام. ودي نادرا جدا لما بتحصل، نادرا جدا يعني لما بتحصل، بس دي حاله بيبقى عليها جدل كبير، يعني من ضمن الجدليات، واللي هو في حاجات لازم تبقى فاهمها، دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى لازم تبقى فاهمها. ومنك لله تريزيجيه على الكوره دي. شكرا. دي تاني حلقه، وان شاء الله تالت حلقه ننزلها بكره باذن الله.